فالفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن اداة مهمة بنحتاجها كتير في شغل الكوردينيشن، ودلوقتي هنبدأ نجربها. انا عندي فايل زي ده، فايل ستراكشر، وسحبت لينك الميكانيكا. الخطوات الطبيعية ان انا بصدر الفايل ده لنافيس، ابتدي ان انا اعمل الكلاش تيست تمام، وبشوف المشاكل اللي عندي وببتدي ان انا احلها. الاداة دي بتوفر على الخطوة دي. خلينا نبدأ نجرب. انا صدرت الفايل ده للنافيس تمام بالشكل ده، وعملت ران للتيست وطلعت لي الكلاشات بالشكل ده. كل اللي انا محتاجه من النافذ عشان اقدر اشتغل على الادن دي، محتاج الريبورت بس. هاجي من التاب بتاع ريبورت واصدر، هسيفه عندي. الخطوات الطبيعيه بتاعتنا، وهيطلع الكلاش تيست، ما عنديش مشكله فيه. وهخش على الريفت وهبتدي ان انا اسحب الريبورت اللي انا طلعته. كده انا خلصت شغل النافذ. لو انت ستراكشر هتفتح فايل الاستراكشر، لو انت ميكانيكا تفتح فايل الميكانيكا، وهعمل لود للريبورت. هلاقيه ظهر لي بالشكل ده. طبعا انا لو عامل اكتر من تيست هيطلعوا لي كلهم ورا بعض، اللي بدوس عليه بيفتح لي الكلاشات اللي فيه. طيب انا عندي الكلاش ده، هو جاب لي هنا صورته زي ما هي بتظهر في النافذ بالظبط تمام. انا اقدر من هنا لو دوست هنا هيختار لي الاليمنت ده، وهنا اختار لي الحيطه اللي فيها الكلاش. طيب انا لو دوست هنا هو مش هيقدر يختار ده عشان ده فايل الميكانيكا، بس اقدر ان انا اطلع الاي دي بتاع الاليمنت ده واقدر اخده كوبي. لو رحت فتحت فايل الميكانيكا ومن مانج عملت سيرش بالاي دي، هيمسك الدكت ده. فعلا هنا هو كاتب لي ان الاليمنت ده دكت. طيب انا محتاج اشوف دي لوحدها في ال3 دي، يعني ممكن ناخد اي كلاش تاني. ممكن ناخد يعني مثلا الكلاش ده، انا مش شايف هو فين او مش شايف الحيطه دي فين، فلو دوست على ده هو هيعمل لي سيكشن بوكس على الحيطه دي بس. انهي ماسوره في دول هقدر من الاي دي اوصل لها. ولو دوست سيف ريبورت هيصدر لي الريبورت بتاعي. هو هنا طلع لي التيست كله وطلع لي صور للكلاشات كلها. الاداه بتسرع الشغل، كل حاجه قدامي، مش محتاج ان انا اشوف النافذ او اصدر الحاجه، لا انا محتاج من هنا كده هقدر من هنا ان انا اشوف كل حاجه بشكل اسرع بكتير.